السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كده دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. احنا قربنا طبعا على رمضان خلاص اهوت. فطبعا انتوا عارفين رمضان ما يحلو رمضان الا بالعزومات الجميلة. والنهاردة بقى جاي اقدم لكم وصفة حلوة قوي، وهي الجلاش باللحمة المفرومة. تقريبا ما فيش عزومة الا وفيها صينية الجلاش دي. بتكون محببة للجميع، وعاملها خفيفة وجميلة وسهلة. وهعملها بنص كيلو لحمة مفرومة بس. ويلا نبدأ الطريقة. وطبعا هضاعف الكمية، وهتكون هتعملي صينيتين جلاش ان شاء الله. ويلا نسمي الله ونبدأ الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي نص كيلو لحمة مفرومة، دي التوابل بتاعتها: ملح، كزبرة، كمون، بابريكا، السبع بهارات، فلفل، توم باودر على بصل باودر. دي طبعا بصلة كبيرة. انا مقطعها قطع صغيرة كده، عايزة تعمليها في الخلاط، بس اهم حاجة تصفي المية اللي عليها. ودي طماطمية مقطعها بالشكل ده كده، وفلفل اخضر على فلفل الوان. طبعا لو ما عندكيش غير فلفل اخضر هنمشيها بيها عادي خالص. ودي سمنة انا مسيحة او زبدة يعني. حلو الكلام. دلوقتي انا جبت الزبدة كده على شوية زيت، وسيحتهم كده وعملت فيهم البصلة. دي اول خطوة. تابعوا معايا كده وانتوا هتشوفوا احنا هنضاعف الكمية بتاعت النص كيلو، وهتبقى قد ايه دلوقتي ان شاء الله. طبعا لازم البصلة تكون كبيرة، او تجيبوا بصلتين وساطة. انا جبت بصلة كبيرة، كانت عندي بسم الله ما شاء الله بصلة كبيرة قوي، فعملتها بالشكل ده. لان طبعا هي بعد ما بتتعمل بتدبل بالشكل ده، فطبعا حجمها بيقل. دلوقتي انا جبت الفلفل الالوان على الفلفل الاخضر على الطماطم، ولخبطتهم مع البصل بعد ما شوحتها بالشكل ده كده. ولونها يعني ما تخليهاش يعني عشان ما تبقاش تقيلة على المعدة ان هي تتحمر قوي. لا، انا يا دوبك كده يعني شوحتها في الزيت بالسمنة او بالزبدة كده زي ما شفتوها. وبعد كده نزلت بالطماطم والفلفل، وبقلبها كويس، وبسيبها بقى شويه كده بحيث يعني تستوي فيها. وطبعا الريحه طالعه جميله قوي. طبعا كتير جدا بيعملوا اللحمه المفرومه من غير المقادير دي، يعني بتنزل باللحمه المفرومه بس او بالبصله واللحمه المفرومه بس. انا قلت لكم انا هضاعف معاكم الكميه، وفي نفس الوقت هتديها طعم جميل جدا جدا جدا. بعد ما زي ما شفتوا كده الطماطم بقى والفلفل والبصل اتشوحوا مع بعض كده كويس جدا حوالي 10 دقايق كده، او يعني ما تزوديش عن 10 دقايق. بتنزلي باللحمة المفرومة بتاعتك، وبتكوني طبعا مجهزاها. وبنقلبهم بقى في بعض زي ما انتم شايفين كده. حلو الكلام. بعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي بعد ما قلبتها كويس قوي كده. هنزل بالتوابل اللي احنا قلنا عليها في الاول دي، وهننزل عليها كلها كده. ما اقولكمش بقى على الريحة طالعة عليا في منتهى الجمال. ولسه طبعا ما تستوي كمان. شفتوا بقى النص كيلو بقى قد ايه في الطاسة. طبعا انا لو ما كنتش عملت الطماطم والحاجات دي كانت هتبقى يعني نص كيلو عادي ما فيهوش اي حاجة. لكن دي ضعفت لكم الكمية وعملت لي صينيتين جلاش باللحمة المفرومة، يعني مرتاحة جدا. يعني اللحمة فيها كان بسم الله ما شاء الله. وانا هوريكم طبعا دلوقتي بعد في اخر الفيديو هتشوفوا ازاي الجلاش يعني فيه لحمة مفرومة كمية وفيرة يعني. بس تابعوا معايا لاخر الفيديو ان شاء الله يا حبايبي وهتشوفوا. جميل كده. بقلب طبعا التوابل كويس جدا في اللحمة المفرومة مع الخلطة اللي احنا عملناها ديت. طبعا ما اقولكمش الريحة حلوة جدا. شفتوا لحمة القوية اصلا ما بتغيبش في السوا بتاعها كمان. وادي اللون بتاعها كمان بدأ يتغير. شايفين طبعا انتوا بتقعدوا تقلبي فيها كده شوية عشان ايه لونها طبعا بيتغير اهوت. تستمري في التقليب بالشكل ده كده. وطبعا قبل ما انسى بتكون العين وسط، ما تعليش عليها العين. شفتي بقى بعد ما فيش 10 دقايق تقريبا هتلاقيها وصلت للمرحلة دي. بس شايفين الكمية بتاعت اللحمة المفرومة مع لما زودت لها التوابل ديت. او سوري الخلطة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الطماطم والفلفل والبصل. لازم بصل بتزودي في البصل كتير. وطبعا التوابل بتاعتها دي اوريدي لازم تحطيها. دلوقتي طبعا لازم بتدهني الصينية بتاعتك او القارب بتاعك كده بالشكل ده، زبدة على زيت كده.
وبعدين بعد كده هنبدأ بقى نرص فيه الجلاش بتاعنا. وطبعا انتوا عارفين الوصفة ديت جميلة وسهلة جدا، يعني انا بعملها كتير لان هي سهلة قوي قوي، يعني من نوع يعني ممكن تعمليها في 10 دقايق وتحطها في الفرن، خلاص خلصت كده. فيعني هي بتبقى من الاكلات السهلة بالنسبة لي قوي الحقيقة، زائد ان هي بتبقى حلوة قوي في العزومات، وخصوصا طبعا زي ما قلت لكم احنا داخل رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فطبعا هتبقى يعني سهلة معاكي وهتوفر لك. يعني ما تعملي صينيتين، ممكن تشيلي واحدة في الفريزر لو مثلا مش، يعني ممكن تشيلها في الفريزر لو مش في رمضان، حتى ممكن تعملي الصينيتين وتشيلي واحدة وتشتغلي بواحدة او تعملي واحدة. حلو الكلام. طبعا انا بحط كل رقة كده واعملها بالسمنة او بالزبدة اللي انا عاملاها، يعني زبدة على زيت عشان ما تبقاش تقيلة قوي، وتدهنيها بالشكل ده علشان ما ت... يعني ايه، لازم تدهنيها بالشكل ده علشان ما تبقاش ريحه معاكي كده، تلزق يعني السمنه او الزبده دي بتخليها يعني الجلاش يثبت ويلزق مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. تمام. بتحطي طبعا لفه الجلاش بتحطي نصها، وبعدين بتحطي في النص اللحمه المفرومه. بس لازم كل رقه زي ما انتم شايفين كده بدهنها بالشكل اللي انتم شفتوه ده. تمام. طبعا في النص بقى ممكن لو مثلا ورقة اتقطعت منك او كده، ممكن بتحطيها في النص، لان طبعا لازم اول ورقة واخر ورقة لازم يكونوا ورقة الجلاش يعني لازم تكون سليمة، عشان وانتي بتقطعيه لازم يعني ايه ما يفرولش منك. خلاص انا حطيت نص الكمية اهوت. هنزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتي. طبعا انا عملت زي ما قلت لكم صينيتين اهوت، انا عملت معاكم صينية قدامكم، وفي واحدة كمان انا بشيلها بقى بعد كده، انا شلتها في الفريزر. انا بكلمكم طبعا ممكن تنفعك لو انت بتعملي عزومه ولا حاجه، ممكن تعمليها وتحطي الصينيتين عادي على السفره، ما فيش اي مشكله. انا بالنسبه لي بعمل مثلا واحده والتانية بشيلها في الديب فريزر لغايه ما بستخدمها في المره اللي بعدها. شايفه طبعا السمنه او الزبده لازم تكون سايحه بالشكل ده اهيت، وبتدهني بقى بالشكل دوت كل رقه والتانية عشان تثبت معاكي زي ما قلت لكم. يبقى انا حطيت الجزء الاولاني من الجلاش، وبعدين حطيت اللحمة المفرومة، وبعدين بحط الجزء التاني من الجلاش بحيث اللحمة المفرومة تكون في النص. وطبعا لازم زي ما اتفقنا ان احنا بندهن كل رقة بالزبدة. انا بعمل زبدة على زيت كده علشان تبقى خفيفة. وطبعا يفضل تكون ما تكونش سمنة، تكون زبدة بلدي بحيث تبقى يعني تبقى طعمها حلو. شايفين الجمال بقى؟ احنا دلوقتي بندهن اهوت، وزي ما قلت لكم انا عملت قربين بالشكل ده، واحد شلته والتاني انا بعمله معاكم عشان ما نطولش معاكم الفيديو. بعد ما خلصت بقى الجلاش خالص قطعته، لازم تقطعيه بالشكل ده قبل ما تحطيه في الفرن. تكوني طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180، وما بياخدش حاجه، يعني تقريبا بياخد من ربع ساعه يعني حسب فرنك لتلت ساعه. بعد كده هوت بعد ما طلع من الفرن بقى وديته وشه في الشواية كده، جبت بيضة، وبعد كده حطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل وبتقلبيهم في بعض اهوت. حلو الكلام. بعد كده بتجيبي كوباية لبن كده وتقعدي تقلبي في البيضة مع اللبن ده. هقول لكم طبعا انا بعمل الحركة دي ليه دلوقتي، بس تابعوني. وبتحطي اللبن بالشكل ده على مراحل كده وتقلبي، تحطي وتقلبي، يبقى البيضة أول حاجة، وبعد كده حبة ملح على حبة فلفل، وبعد كده بتحط لها كوباية لبن وتقلبي بالشكل ده. بعد كده بقى انت لو انت بتحبي الجلاش بيقرمش قوي ما تحطي، ما تعمليش الخطوة دي. انا بالنسبة لي بحب الجلاش يعني ايه، ولا هو طري قوي
ولا هو ناشف قوي، بحب يبقى وسط كده بحيث يبقى متاح للجميع، للأطفال الكبار زي ما يحبوا. يعني انا بالنسبه لي ما بحبوش ناشف قوي. بعد كده بروح جايه بقى ايه رش عليه بالشكل ده بالراحه كده، ما تحطهاش مره واحده عشان ما تعجنيش الجلاش. بتحطيها بالشكل ده بحيث لا طول ما هو بيشرب معاكي احنا ماشيين مع بعض عادي. اول ما تلاقيه خلاص بدأ كده خلاص، بعدين بتروحي مغطيه طبعا ده، وهو الخطوه دي هو سخن جدا اول ما تطلعيه من الفرن. وبعد كده بتغطيه باي حاجه بحيث يعني يطلع البخار بتاعه ويطرى بالشكل ده، يعني يبقى وسط كده. طبعا انا عدت على التقطيعه بتاعته تاني لان طبعا في الفرن التقطيعه دي ممكن تيجي على بعضها. ولا بصوا بقى اللحمه المفرومه باينه ازاي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. وبجد فعلا عملت التاني برضو القارب التاني اللي زي ده، عملته عمل نفس الطريقه كده. وشايفين طالع لا هو طري قوي اللي هو يعني ما تحبيش تاكليه، ولا اللي هو ناشف قوي وتحس ان هو بيقع منك كده، لا هو طالع بالشكل ده. واللحمه المفرومه متوفره فيه جدا وكميات كويسه قوي. يا رب تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وتقولي لي ايه رايكم في الكومنتات. واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.